السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة اسمهان موند. كما قلت لكم في الحلقات اللي سبقوا، هذه القناة تشمل جميع الفئات وجميع المواضيع، سواء الاجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، يعني تشمل جميع المجالات وجميع الفئات. كما شفتوا في العنوان راح نبدأ في الموضوع. فيديو اليوم راح يتكلم على التصريح اللي جات به وزيرة السكن فيما يخص مساعدة السكن. كما تعرفوا باللي مساعدة السكن كاين 3 أنواع، بالنسبة اللي يعرفوهم ولا ما يعرفوهمش نفس الشيء، فقط للتذكير. كاين لي زابي هما اد بيرسوناليزي لوجمون اللي كما نعرفوهم. كاين لو ALS هما المساعدة تاع الوكاسيون لوجمون سوسيال، وكاين لو ALF. كما قلت لكم كاين 3 تاع الانواع، راح نشرح لكم بالتفصيل. لو ALF هما الوكاسيون لوجمون فاميليال. بالنسبه لي ZAPL كما نعرفوا هما اللي يساعدونا في السكن، اللي يكونوا لي زاشلام ولا سكن اقتصادي. الشرح راح نفسروا مليح. بالنسبه لو ALS هما الناس اللي يسكنوا في الفويي ولا عندهم اوبرجي في الفويي، اوبرجمون في الفويي. هاد الناس اللي تعطيهم لاكاف واحد المساعدات. بالنسبه لي لا كنتو تعرفوا شي واحد يسكن في لوجمون فويي ولا نتوما تقدروا تطلبوا طلب من هاد المساعدات من ALS من لاكاف باش تنقص لهم من الكرا، يعني تنقص لهم من الواي. هذه بالنسبه اللي يكونوا في هاد الفئه. بالنسبه لو ALF الوكاسيون لوجمون فاميليال كما قلت لكم كاين 3 نتاع الانواع. بالنسبه قالت وزيرة السكن على أن هذه المساعدة تاع السكن راح تدخل حيز التنفيذ في جانفي 2021، يعني في السنة القادمة. هذا النظام أو هذا الموضوع كانوا ديجا هضروا عليه في السنة الفارطة، هضروا عليه في جانفي 2019، وقالوا باللي راح يدخل حيز التنفيذ في جانفي 2020، يعني في هذه السنة. ولكن لمشاكل تقنية وكذلك بالنسبة للأزمة الصحية اللي راح يعيشها العالم أكمله، أجلوا هذا النظام نتاع المساعدة السكن إلى جانفي 2021. كيفاش يكون هذا النظام؟ هذا النظام هضرت عليه وزيرة السكن، قالت باللي باش لاكاف تعاونكم في المعاونات وليزات كل شهر بالنسبة للسكن. بالنسبة لهاد 3 نتاع المعاونات خاص لاكاف تعرف المدخول تاع السنوي تاع الشخص، يعني حساب المدخول السنوي ما يكونش مدخول تاع 2 من قبل، يعني حساب سنة فقط، زيادة على أنه تكون لاكتواليزاسيون شاك 3 موا. يعني لازم تقولوا تصريح بالمدخول تاعكم كل 3 شهور، سواء كنتو خدامين ولا ماشي خدامين ولا الشوماج ولا الإغاثة، خاصكم كل 3 شهور تصرحوا بها، يعني حساب سنوي. وكذلك تكون لاكتواليزاسيون كيما مداري تقول ديروا شاك موا في بول امبلوا. بالنسبه لاكاف غادي تكون 3 شهور نفس الشيء. مثلا الى لاكاف قالت لكم على انه باغيه الدخل نتاع الشخص السنوي لشهر 8 2020، حنا باش نجيبو سنه كامله غادي نرجعوا ل 2019 باش نعطيوهم السنه كامله، يعني غادي نعطيهم من شهر 8 2019 إلى آخر شهر 7 2020، يعني تكون سنة كاملة بالتفصيل. بطبيعة الحال كي تبقاو كل 3 شهور ديروا تصريح تاعكم أو التقييم نتاع المدخول تاعكم، راح تكون هناك ميزاجور، يعني لاكاف راح تكون عندها جميع المعلومات ويكون عندهم كل شيء باين، يعني بها راح يعرفوا القيمة نتاع المساعدات اللي راح يقدموها بالنسبة للسكن. تختلف من شخص إلى آخر، سواء بالنسبة للدخل ولا الحالة العائلية ولا شحال تجيهم نتاع لاكاف، ولا عندهم وليدات ولا ما عندهمش وليدات، راح يدرسوا جميع التفاصيل.
بالنسبة لهذه المساعدة السكنية تجي بالنسبة لوزيرة السكن قالت في هذا الموضوع على أن إذا كان الدخل نتاع مرتفع، يعني في هذه السنة يكون الدخل مرتفع، راح المساعدة تاع السكن راح تنقص. إلى ارتفع الدخل راح تنقص المساعدات. فمثلا في 2019 كان يخلص 2000 يورو ولا 1000 يورو، في 2020 زاد يعني ولا 3000. بطبيعة الحال بالنسبة للحسابات تاع 2021 راح يشوفوا الدخل السنوي وراح يشوفوا باللي هذا الشخص في 2021 كان يخلص زاد 2000 ولا 3000، حيث إلا ارتفع راح ينقصوا لاكاف راح تنقص من المساعدات. كما قلت لكم العكس صحيح، يعني إلا كان عنده الدخل زاد راح المساعدات السكنية راح تنقص، وإلا كان عنده الدخل ناقص راح المساعدات السكنية راح تزيد. كما قلت لكم العكس صحيح. بالنسبة للطلاب كما صرحت وزيرة السكن باللي راح يكون معدل ثابت ما راحش يتغير، يعني كل انفورفي راح يكون ذلك مفيد للطلاب، وكذلك يكون في الصالح تاعهم اللي يخدموا بدوام جزئي، يعني ان طون بارسيال مثلا. بالنسبه لدرارات التصريح بالدخل ما راحش يكون عندهم ضروري، يعني سي با اوبليجي باش يصرحوا بالدخل تاعهم كل 3 شهور، وذلك بفضل ادخال ضريبه الاقتطاع اللي تمكن لاكاف من الحصول على مبلغ الأجر ولا الدخل لكل شخص المعلن والمصرح كل شهر من صاحب العمل لمصلحة الضرائب بطبيعة الحال. وبذلك راح يكون تحديث اوتوماتيكمون، يعني ميزاجور اوتوماتيكمون لحقوق المستفيد اوتوماتيكمون، ولكن مع ذلك يجب التصريح وإبلاغ السلطات وكذلك لاكاف على التغيير في الوضعية، سواء كان هناك زواج ولا انتقال وكذلك ولادة وإلى غير ذلك. بالإضافة لازم الإضافة إلى ذلك الدخل في حساب ثمن الدخل بالنسبة للأسر يكون هناك أخذ اعتبار للأسرة، عدد الأفراد ولا الأشخاص اللي يكونوا تحت الكفالة ولا تحت الرعاية، كما احنا نقولوا سون بري اون شارج، ولا مكان السكن وكذلك ثمن الكراء. هادو هما اللي نقول لهم. بالنسبة لتاريخ ما راحش يتبدل، راح يقعد هو راح يكون تاريخ ثابت، يعني الدخل الشهري في تاريخ محدد، يعني يكون 25 من كل شهر اللي يسكنوا في ليزا شالام ولا احنا كما نقولوا سكن اقتصادي، ويكون يوم الخامس كل شهر بالنسبة للآخرين اللي يسكنوا في من غير السكنات الاقتصادية ولا احنا كما نقولوا ليزا شالام يعني. ولكن كما قالت وزيرة السكن هذا الإصلاح راح يكون عادل بالنسبة لها حسب ما قالت. هذا هو الموضوع اللي قد طرحته عليكم، يعني شرحته لكم بالتفصيل. نتمنى إلى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة، وكذلك ما تنسونيش بلي لايك هكذا باش تدعموني باش نعطيكم المزيد من المواضيع. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر إن شاء الله.